ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشرتك مجهدة وفيها حبوب او مسام واسعة، يبقى لازم تعملي الروتين ده تنظيف بعمق ومن غير ما تشتري منتجات غالية. في الفيديو ده هقولك على روتين طبيعي وسهل هينظف بشرتك ويفتحها ويقلل الحبوب والمسام. المسام بتتسد كل يوم بالتراب والدهون والميك اب، ولو مفيش تنظيف عميق هتطلع حبوب ورؤوس سودا. والروتين هقولك عليه هيساعدك ينظف بشرتك في البيت كأنك في سبا. امشي على الخطوات بالظبط وهتلاقي نتيجة هتعجبك جدا. تابع معايا لآخر الفيديو وانت هتعرفي كل الأسئلة والنصايح والحاجات اللي تتجنبيها في الروتين ده. يلا نبدأ الفيديو، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي الطبيعية. أول خطوة معانا في الروتين ده غسول بسيط، غسول تغسلي بيه وشك بمية فترة. لو مش عندك غسول يناسب بشرتك ممكن تعملي مزيج ما بين العسل ونقطة عصرة ليمون. غسول طبيعي وفعال جدا. تاني خطوة معانا البخار ده تعمليه مرتين في الأسبوع بس. اغلي مية وضيفي عليها شريحة ليمون أو شاي أخضر وقربي وشك بمسافة آمنة لمدة 5 دقايق. البخار هيفتح المسام ويساعد أي ماسك يشتغل بكفاءة عالية. التقشير الطبيعي، اعملي مقشر زي السكر مع زيت الزيتون أو العسل ودلكي بيهم بشرتك بحركات دائرية لمدة 3 دقايق. بيشيل الجلد الميت وبيخلي البشرة تنور. رابع خطوة معانا ودي الأهم، معلقة طين طبيعي. الطين الطبيعي ده زي الطمي المغربي، هتلاقيه بيتباع سايب عند أي عطار كبير. معاه معلقة مية ورد ونص معلقة عسل. تفردي الماسك على بشرتك وتسيبيه لمدة 15 دقيقة، بعديها تغسليه بمية فترة. الطين الطبيعي ده فوائده حلوة جدا. الطمي بينظف البشرة بعمق وبيشيل الأوساخ والدهون الزيادة من المسام وبيسيب البشرة نظيفة ومنتعشة، وكمان بيعالج الحبوب والرؤوس السوداء. وفيه مطهر قوي جدا، مطهر بيساعد على تقليل الحبوب وبيمنع انسداد المسام وبيشد البشرة وبيقلل التجاعيد وبيحسن من مرونة البشرة وبيقلل الخطوط الرفيعة وبيفتح لون البشرة ويوحدها. الطمي بيساعد على إزالة الجلد الميت والتصبغات الخفيفة وبيهدي الالتهابات ومناسب جدا للبشرة الحساسة. وكمان في احمرار في البشرة كمان بيضيعها وبيشيل الدهون ومثالي جدا للبشرة الدهنية وبيمتص الزيوت الزيادة اللي بتبقى في البشرة. بعد ما الماسك ينشف على وشك بعد 15 دقيقة تبدأي تدلكي بشرتك بمية فترة وتغسليها. بعد ما تغسلي وشك كويس لازم ترطبي، ودي 5 خطوة ودي الأهم. بعد غسيل الوش لازم ترطبي باستخدام جل الصبار أو نقطة زيت جوز هند، ده لو بشرتك مش دهنية. هل الوصفة دي تنفع لكل أنواع البشرة؟ الوصفة دي مناسبة جدا للبشرة الدهنية والمختلطة. لو كان بشرتك حساسة جربي جزء صغير من البشرة الأول وتأكدي إن هي مش هتسبب احمرار. وكم مرة تستخدمي الوصفة دي في الأسبوع؟ بيكفي مرتين بس في الأسبوع عشان ما تتعبيش بشرتك ومن كتر الاستخدام تسبب جفاف. امتى تبدأي تشوفي النتيجة؟ في ناس بتتحسن من أول استخدام لكن النتيجة فعالة وبتبان بعد أسبوعين مع الانتظام. لو عندك حبوب كبيرة وملتهبة الأحسن تستشيري الطبيب، والوصفات الطبيعية بتكون مكمل بس مش بديل للعلاج الطبي. في نصايح مهمة لازم تعرفيها عشان بشرتك تفضل على طول كويسة. تغيري كيس المخدة كل أسبوع مهم جدا، وما تحطيش ايدك على وشك كتير، وحاولي تشربي على الأقل 8 كوبايات مية يوميا، وما تناميش بالميك اب. وغيري فوطة وشك واستخدميها مرة واحدة وتكون ناعمة وطرية على وشك. وكمان لازم تمسحي الموبايل عشان بتعرضيه لوشك وممكن يكون فيه أتربة. بس كده، جربي الروتين ده لمدة أسبوع وهتشوفي الفرق في النضارة لبشرتك.
لو عجبك الفيديو ده اعملي لايك وسبسكرايب، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي الطبيعية، وما تنسيش الكومنت وتقوليلي جربتي الوصفة دي ولا لأ. باي باي.